ليه حاسس إني من غير وش؟ ليه بقيت مش مؤمن بأي حاجة؟ ليه ما عنديش ثقة في أي حاجة؟ ليه حظي دايماً وحش؟ ليه أنا؟ دي الأسئلة اللي بفضل أسألها لنفسي كل مرة أبص في المراية. بطلت أهتم بالحظ أو أي حاجة تانية. حاسس إني تايه، ومفيش حد في الدنيا دي يقدر ينقذني من الحفرة اللي أنا فيها. مش مجرد كلمتين حلوين هيغيروا حاجة في اللي أنا حاسس بيه. بحس إن الكل بيكرهني ومحدش مهتم بيا ولا بحياتي. كل اللي عايزه أستخبى من العالم لو كان ده ممكن. أنا شكلي وحش، ده اللي بشوفه كل يوم قدامي في المراية، ومفيش حاجة تقدر تغير الحقيقة دي. الحقيقة الباردة اللي ما فيهاش شك. لما تبقى شكلك وحش، أكتر حد بيكرهك هو نفسك. بتحس دايماً إن في حاجة ناقصة، وبتحاول تخبي وشك عن الناس. 0% ثقة في النفس، 100% اكتئاب. أنا وحش، حقيقة هعيش بيها لحد ما أموت، ومفيش حاجة هتتغير. قلبي هيصرخ من الألم عشان الكون كله يسمع، لكن في الآخر ده هيبقى دايماً الواقع. الناس قاسية بشكل مش طبيعي، بيفضلوا يحكموا عليا بسبب شكلي. بقوانين المجتمع أنا التعريف الحقيقي للرفض، دايماً مرفوض، وكل مرة آمالي بتتعلق وباخد على دماغي وكأني مفيش حد هيعرف قد إيه العيشة في الوحدة مؤلمة. حاولت دايماً أكون شخص كويس وصريح، لكن مش مطابق لمعايير المجتمع في العالم الظالم ده. الدنيا دي للناس الجميلة، وإحنا مجرد متفرجين على جمالهم.